أهلا وسهلا. كبسولة صغيرة حبيت نعملها حول موضوع الذكاء الاصطناعي. وعليش أنا أظن مش أظن أنا مقتنع شديد الاقتناع بضرورة أن تكون لدينا سياسة عمومية في هذا المجال، وفي القريب العاجل جدا، يعني نحكي على سنة يعني ما نجموش نستناو حتى العام الجاي. علاش نقول شيء هذا؟ خاطر وتيرة التطور اللي نشوف فيها رهيبة. يعني أنا كان سألتني توا عام هل تستعمل تشات جي بي تي؟ نقول لك لا، جربت نستعمله ما عجبنيش، خاطر ما عندوش لا في ناس يحش بها في التحليل وفي التحرير. لكن توا بعد عام 90% من خدمتي على تشات جي بي تي، ما نجمش نستغنى عليه. علاش؟ خاطر تطور ولا يخمم معايا، ولا يخمم كيفي ولا يكتب بالطريقه اللي انا نكتب بها، فتماها معايا مع طريقتي في التفكير. وهذه حاجه مذهله، وحاجه تخليني نخمم. يعني اذا كان سا سو باس ا مون ايشيل كو دير ا ليشيل دو توت ان بي، يعني هذه حاجه اللي لازمنا تخلينا نفكروا. كما يقول الانجليزي if you're not at the table you'll be on the menu. لم تكن حول الطاوله فسوف تجد نفسك على لائحه الطعام. فكان معناش سياسه واضحه في المجال هذا ستفرض علينا سياسات الدول الاخرى. فهذا موضوع فريمون تاع سياده وطنيه. مو توا الناس كل تحكي على السياده الوطنيه، هذا موضوع سياده وطنيه. باهي، في شنو نحتاجوا السياسه هذه؟ نحتاجوها في ثلاثه حاجات. الحاجه الاولى هو نحتاجوها في رسم رؤيه معينه للمجتمع والاقتصاد اللي نحبوا نعيشوا فيه، خاصه بعد نتائج المسح الديموغرافي اللي تعمل مؤخرا. خاطر انت ما تنجمش تخليه المسح هذاك في بير وتسكر عليه، لازم تستغله باش ترسم نوعيه المجتمع اللي تحب تعيش فيه بناء على التركيبه الديموغرافيه اللي فيه. والذكاء الاصطناعي لازم يكون جزء من الرؤيه هذه، خاطر هو باش يمس كل شيء، باش يمس كل شيء بلا شك، باش يمس التعليم، الصحه، الاعلام، سوق العمل، كل شيء. فضروري أن من توا نستبقوا ذلك وندمجوه في رؤيتنا للمجتمع اللي نحبوا نعيشوا فيه. ثاني سبب علاش لازم تكون عندنا سياسة عمومية خاصة بالذكاء الاصطناعي هو السياسة هذه باش تعاوننا نحدوا الفرص اللي نجموا ننتفعوا بها في المجال هذا. مثلا في مجال التعليم، نعرفوا توا اللي الطفل اللي باش تولد توا في 2025 ماهوش يتعلم بنفس الطريقه اللي يتعلم بها الجيل نتاعي بالورقه والستيلو، او جيل الكبر مع الانترنت. يعني هو اون بليس دو فيت اللي المعلومه متاحه ليه بشكل لا متناهي، هو عنده اداه تفكر في بلاصتو، هذه حاجه ما صارتش قبل، وهذه حاجه اللي تخلينا ملزمين ان من توا نشوفوا هذا كفرصه ان نبدلوا منهج التعليم تاعنا بشكل يخلي الطفل اللي يتولد في 2025 قادر انه يندمج في العمليه التعليميه بشكل جديد، يكتسب مهارات جديده تواكب هذا التطور المذهل هذا. ثالث اسباب علاش لازم يكون عندنا سياسه في مجال الذكاء الاصطناعي هو ان نتوقع من المخاطر المستقبليه في المجال هذا. فما برشا مخاطر بالطبيعه، لكن انا التحدي الاساسي اللي نفكر فيه واللي ديما يفجعني هو التخلي عن عدد هائل من الوظائف ممكن ما شفنيش قبل في حياتنا، خاصة في القطاع العمومي. خاطر هو شنو باش يصير؟ الذكاء الاصطناعي باش يبدل حاجات اللي معناتها دي بروسيس اللي يتكرروا برشا، معناتها حاجات كيما في الادارات. انا نخدم في اداره في بيروقراطيه، يعني المحاسبه، كتابه التقارير، تنظيم التقييد، هذه حاجات تتكرر. فتنجم انت تعطيها الاي اي يعملها لك في وقت محدود جدا، في بلاصه لا توظف 4 ولا 5 اشخاص باش يقعدوا يضربوا لك على الاورديناتور ويعملوا لك في دي كونسبت بيبرز ودرا شنو. هذه حاجه باش تبدل طبيعه الوظائف، باش تخلي الادارات مجبره انها تتخلى على الاف الناس. والفئه زاد اللي باش تكون للاسف يعني مستهدفه هي فئه الشباب، خاطر الذكاء الاصطناعي باش يبدل برشا حاجات في الوظائف الاولانيين، يعني الوظائف اللي في اسفل الهرم. يعني هذوما وظائف اللي ما تتطلبش برشا قدرات تسييريه، فتنجم تعطيها للذكاء الاصطناعي يتلهى بها. فللاسف الشباب والناس اللي يخدموا في القطاع العمومي باش يكونوا اكثر متضررين في المجال هذا، ولازمنا نستبقوا الشيء هذا.
باهي توا شنو ملامح السياسه اللي ندعو لها؟ 5 محاور لازم نكونوا فيها، 5 محاور هامين. اول محور هو وجود استراتيجيه تربط الاي اي بنموذج التنميه اللي انت تحب تحققه في تونس. وهنا ما عندناش برشا خيارات، راهو الخيار الاسلم هو ان نتفاهموا ان لابد ان يكون لدينا اقتصاد مفتوح، اقتصاد مفتوح يكون فيه القطاع الخاص كبير، يكون فيه المبادره الفرديه اهم حاجه، الابتكار اهم حاجه. يعني هالموديل نتاع الدوله اللي تعمل كل شيء للناس الكل وتوكل وتشرب هو باش يثبت بطبيعته، يعني مش مثلا نتاع ايديولوجيا، مثلا نتاع طبيعه الامور. بطبيعه الامور الموديل هذايا راهو هكا وصل للليميت نتاعو. فانت يلزمك عندك رؤيه للاقتصاد نتاعك تواكب هذا التطور الهائل التكنولوجي، وتعترف بضروره ان يكون لديك اقتصاد مفتوح وتستثمر في الاقتصاد المفتوح هذايا. فضروري ان تكون لدينا استراتيجيه نتاع اقتصاد مبني على الابتكار ومبني على الاي اي. ثاني حاجه لازم يكون عندنا نموذج نتاع حوكمه، نموذج نتاع حوكمه. انا تو 20 سنه خدمت على حوكمه الانترنت، بالضبط نفس الاسئله طرحت وقتها. كيفاش تنجم تتحكم في هالاداه الكبيره هذه اللي عمرنا ما شفنا كيفها قبل. وصار كل كلاش بين الحكومات اللي حابه تتحكم بطريقه عموديه وبين المجتمع المدني والقطاع الخاص اللي يحبوا بالعكس طريقه مفتوحه في الحوكمه. وهذه الطريقه الاسلم خاصه لحوكمه الاي اي اللي هي اكبر بياسر من بحر الانترنت. يعني اذا كان الانترنت هكا الاي اي 10 مرات قد هكاك، يعني حاجه بالحق لا متناهيه من الاوبورتونيتيز. فالنموذج الاسلم انك تخلي الحوكمه نتاع المجال هذا عند القطاع الخاص وعند المجتمع المدني، وانت كدوله تقعد فقط في وضع نتاع تهيئه المجال باش الناس الكل تطور مهاراتها وتطور قدرتها على الابتكار، وتطور زاد القدره الفرديه على التعامل مع المخاطر كما الاجرام كما التعدي على حياه الخصوصيه. فقط هذاك النموذج الاسلم. ثالث محور في السياسه هذه هو ضروره ان تكون لدينا بنيه تحتيه متطوره، بنيه تحتيه متطوره. بالبنيه التحتيه اللي عندنا تو في تونس ما نجموش نعملوا حتى شيء. فضروري ان نبداو بالبيس لاين، يعني لو مينيموم اللي هو مش حاجه كبيره ياسر، راه في الدول الافريقيه الكل، ان يكون الناس كل عندها اكسي على الانترنت على تليفوناتها، وان تكون الخدمات العموميه الكل متوفره 100% اونلاين. يعني هالتعريف باللمذه وهالسيد راه شكون باش يصحح لي وسيد راه شنو نرجع له غدوه وفيزتو معلقه على الكرسي ولا شنو، هذا كله باش يتمحى بطبيعته. فيلزم نعوضوه بنموذج فيه بنيه تحتيه متطوره، كل شيء يتم فيها اونلاين، كل شيء، كل معاملاتي مع الخدمات العموميه يتم اونلاين، وهذا يعطيك بيس لاين، يعني يعطيك نقطه بدايه باش تبني عليها وتعمل اقتصاد مبني على الذكاء الصناعي. رابع محور مهارات جديده، مهارات جديده. كما قلت الاولاد الصغار اللي يتولدوا توا يلزمنا من توا ندمجوا الذكاء الاصطناعي في قرايتهم من اول عام في القرايه، يعني يولي في صلب العمليه التعليميه نتاعهم، وندربوا زاد الناس اللي قاريوا باش يتطوروا هما بيدهم في طريقتهم في التعليم، باش يدمجوا الذكاء الاصطناعي في طريقتهم في التعليم، وباش المتعلم ما يكونش فقط متلقي للمعلومات، يكتسب مهارات جديده تواكب التطور هذا. والمهارات هذه مش خاصه بركه بالمتعلمين في المدارس، راهو حتى الناس الكبار، حتى لي زادولت، حتى الشيوخ لازم يكتسبوا مهارات جديده تخليهم مثلا يفرقوا بين فيك، يعني ديب فيك، وبين حاجه صحيحه. ما تنجمش تجيك فيديو فيها فيل عنده راس عبد تقول واو وتبارتاجيها، يعني بالحق لازم الناس تكتسب القدره انها تشوف الديب فيك اللي هو حاجه توا بالتقنيات الجديده قاعد يولي يتماهى برشا مع الحاجات الحقانيه. فلازم مهارات جديده عند الفئات الكل، مش فقط عند فئه الاطفال والشباب. خامس محور واهم واحد تقريب هو ان تحدد القطاعات اللي باش تستثمر فيها كاولويه في الذكاء الاصطناعي. علاش؟ خاطر هي القطاعات اللي باش تهز لك الاقتصاد والمجتمع نتاعك. في تونس عندنا فرص كثيره، كما مثلا قطاع الصحه. نعرف اللي في قطاع الصحه نتاعنا فهم برشا مشاكل، ولكن عندنا كفاءات. فانا باش قطاع الصحه نتاعي يجيب لي استثمارات، يجيب لي فلوس، باش نبني كفاءات جديده عند الدكاتره اللي عندي، باش يكون عندهم القدره انهم يستخدموا الاي اي في تشخيص الامراض، في المعالجه عن بعد، حاجات اللي تعطيهم ان افونتاج كومباراتيف اللي مش موجود عند الدكاتره في المنطقه ولا في افريقيا.
فهذا يجيب لي استثمارات. قطاع الفلاحه زاد نجم ندمج الاي اي بشكل يخليني نستبق موجات الجفاف القادمه، يخليني نحمي المحاصيل نتاعي من الكوارث الطبيعيه. فهذه هذا المحور الخامس. هذه الملامح بتاع السياسه اللي ندعو لها. وكما قلت من الاول، راهو اذا كان ما نعملوش السياسه هذه ستفرض علينا سياسه دول اخرى. فالتصرف السليم ان من توا نحمي رواحنا ونستبقوا الاحداث ونعملوا السياسه العموميه هذه، وان شاء الله نخلطوا يعني كان بدينا توا ان شاء الله نخلطوا. خاطر بالحق انا ديما نحس في تونس عايشين على الهامش بتاع الاحداث اللي صايره في العالم، وانا مانيش شخص تقني يعني، قاعد جوست نلاحظ عن بعد كدير الناس اللي في المجال هذا واللي جو سي سيغتان قاعدين يقولوا توانسه واش قاعدين يعملوا. على كل حال ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وحي بخير، واللي عنده حاجه في مخه يتحقق له ان شاء الله. تشاو تشاو.